الفنان القدير مجدي مدبولي لاحتفال الذي قدم حياته طوال عمله في هذا المكان وهذا الصرح الجميل الذي من خلاله نسعد حضراتكم دائما وابدا مقدمين احلى ما عندنا بكل تفاني وحب مثل هذا الفنان الرائع الفنان القدير. يتقدم جميع الزملاء بالتهنئه والهدايا التذكاريه عزاء وتقديرا منا وردا لبعض زملائه علينا جميعا. سعدنا به جدا ونتمنى له دوام العمر والصحه والعافيه. واترك الكلمه الى استاذنا الكبير الاستاذ الفنان مدير عام الفنان القدير عبد الله مراد. بادئ بمثل تحيي فنان السر فردا بكل اجياله السابقه والحاليه والمستقبليه باذن الله، وهذا الشباب الجديد الذي ألمس فيه الحب والعطاء والتفاني والرغبه في تحقيق ما لم يحققه الاخرون. تحيه مني من جيل النخبه الاولى التي فتحت السر في عام 1966. تحيه مني لشباب أبنائنا ومن الحفاظ على قيم وتقاليد وأعمال هذا الفن، ومنهم ابننا البار الكابتن مجدي مدبولي. شكرا لحضراتكم وكل عام وانتم بخير، ونتمنى ان تكون هذه المناسبات دائما وابدا لديكم ولدينا، وينتقل الميكروفون الى الزميله الفنانه سهور كوتا. يستأذنكم تسرع قصيرة من التقدم على تقول ايه للكابتن مجدي مدبولي النهارده؟ له يعيش ايام سعيده بعد خروجه من السجن. يا رب دايما وبالصحه والعافيه. كابتن بكر تقول ايه للكابتن مدبولي النهارده؟ والله نقول له يعني الف مبروك انه خرج بألف سلامه، ويعني اتمنى له كده مستقبل مشرف، مستقبل يعني جميل باذن الله. يا رب دايما وربنا يمتعه بالصحه والعافيه ان شاء الله. يا رب. استاذه هدى تقولي ايه للكابتن مدبولي؟ اقول له الف مبروك ان هو خارج على رجليه من السيرك. الحمد لله. عقبالنا زيه يا رب. الحمد لله. الفنانه كريمه ما بطلتش عياط من ساعه ما بدات الحفله. طب ليه كده؟ طيب نقول كلمه طيب يا كريمه. كابتن احمد ياسين. الف مبروك يا كوتش. خير ان شاء الله. خير والسعاده يا رب.
ديت يعني نقول ايه يعني احتفاليه ترحيب من الفنانين بالكابتن مجدي مدبولي في عيد ميلاده 60. اطلعوا قدام كده عشان يخشوا ظهور تقولي ايه لكابتن مدبولي النهارده؟ كابتن مجدي مدبولي اقول له بعد العطاء الكبير اللي هو عمله في السيرك والانجازات اللي هو عملها احنا بنفتقده ونتمنى انه يفضل معانا كفنان ليه خبرته نستفيد منه. شكرا يا استاذ. يلا يا باشا. كفايه ايه يا عم مجدي؟ انت بتعيط يا عم مجدي؟ ده فرحة الخروج. ليلى بوسي بوستين يا ليلى، واحدة بتوعي، ليلى بوسي كام بتوعي؟ فرحة عيد الميلاد 60 مش عشان حاجة. بس ربنا يديله الصحة يا رب. يا رب دايما. عم مجدي يلا عشان مستنينك في الاستراحة. استاذ حلمي شابلي تقول ايه لكابتن مجدي النهارده؟ قول في السيرك مش عايز اقول بنقول له كل سنه وهو طيب، والسيرك اكيد فقط حاجه جميله قوي، وربنا يخليه لنا ويفضل معانا على طول يا رب ان شاء الله. شكرا.